السلام عليكم ورحمة الله، متابعي قناة عالم التنوع. مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم معايا في وصفة القرص البلدي أو القريشلات البلديين. إن شاء الله غادي تحتاجوهم في هذا رمضان المبارك، الله يدخل عليكم إن شاء الله باش ما كتمناو. بالنسبة لهذا القرص البلدي صراحة كيجي رائع، وأول مرحلة غادي نبداو بها إن شاء الله. غادي نحضروا العجينة السحرية اللي غنحتاجو فيها كأس ديال الحليب دافئ، ملعقة مملوءة ديال السكر، من ملعقة غير مملوءة كبيرة ديال الخميرة الخبز، وكذلك غادي نحتاجو ملعقة صغيرة ديال القشور الحامض، و5 الملاعق كبار مملوئين ديال الطحين. غادي نخلط هاد المكونات وغادي نغطيها ونخليها على جنب حتى تخمر لنا ان شاء الله، وغادي ندوزو ونكملو ما تبقى. من بعد ما خمرت لينا العجينه كما كتلاحظوا كتولي على هذا الشكل، كتكون واحد الفقاعات. غادي نزيدو عليها كما كتلاحظوا معايا، غنزيدو على الساشي ديال فاني، ساشي ديال خميره الحلويات، نص كاس ديال الزيت، ميكس بين منافع وحبه حلاوه، وربع ملعقه صغيره ملح. غادي نخلط المكونات مزيان وغنزيد عليها 500 غرام ديال الطحين، ما يعادل نص كيلو ديال الدقيق الابيض. غادي نعجنها مزيان كما كتلاحظوا معايا، غادي نجمعها بالماء دافئ، غادي نعجنها مزيان. بالنسبه لهاد العجينه صراحه انا كنسميها العجينه السحريه، لانها كتساعد بزاف العجينه انها باش تجينا رطبه وتجي هشيشه. صراحه انا كنستعملها حتى في العجينه المملحه. من بعد ما غادي نجمع العجين ديالي، غادي نخليه يرتاح على جنب حتى يخمر، وعاد باش غادي نولي ان شاء الله نعجنو شويه، غير نعجنو شويه بهكا بيديا، وغادي نولي عاوتاني نخليه يخمر المره الثانيه. كما كتلاحظوا معايا هذه النتيجه اللي حصلت عليها من بعد ما خمر ليا المره الثانيه. كندهن ايديا بشويه ديال الزيت، كنحاول كنجمعها شويه، وغادي نخرج منها كويرات يكونوا متوسطين على هذا الشكل. وبالنسبه لصفيحه الفرن انا دهنتها بشويه ديال الزبده، وغادي نحاول انني نحطهم في صفيحه الفرن، ولكن حاولوا انكم تبعدوهم على بعضياتهم، لانها من بعد ما كتختمر كتزيد في الحجم ديالها. غادي نعمر الصفيحه ديالي وغادي نخليها تخمر، لان صراحه هاد العجينه قد ما انكم خليتوها تخمر قد ما انها كتجيكم القرص كيجيكم رائع. من بعد ما خمرات دهنتها باصفر بيضه مع شويه ديال النسكافي، ورشيتها بشويه ديال الزنجلان. بالنسبه هاد القضيه هذه حاولوا انكم ما تدهنوش العجينه كامله، القرص كامل عاد باش ترشوا الزنجلان، لان دغيا كينشف. حاولوا انكم تدهنوا غير بالجوج بالثلاثه وترشوا الزنجلان. وغادي نبقى على هاد الطريقه هذه حتى نكمل الكميه اللي عندي. وديجا انني مسخنه الفران وغندخلها الفرن طيب على مهل. من بعد ما خرجتها من الفرن يعني النتيجه هي هذه كما كتلاحظوا، ملي كتجي مذهبه وغزاله. ونتمنى انكم تجربوها، وشكرا لكم على المتابعه. الى فيديو قادم ان شاء الله.